معلش تعالى على نفسك واسمع الكلمتين دول، ولازم تفكر فيهم كويس. هما اختيارين اتنين في الحياة: إما إنك تختار تعيش إنسان تعيس بتركيزك الدائم على المشاكل والنواقص الموجودة في حياتك والتناقض الموجود في العالم مهما كان كتير، وإما إنك تختار تعيش إنسان راضي سعيد بتركيزك على النعم والعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لك مهما بدت بسيطة. مفيش إنسان واحد في الدنيا مهما بدا لك من حسن طلعته وحياته المستقرة مش بيعاني من جانب أو من جوانب كتير في حياته، ومفيش إنسان واحد مهما بدا لك إنه تعبان وحياته مضايق عليه فيها مش بيتمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى. اللي مع غيرك ممكن يبقى اختبار ليه، واللي مش معاك ممكن يبقى لطف من ربنا سبحانه وتعالى بيك، والعكس صحيح. فبلاش تختار تعاستك بإيديك. خليك دايما فاكر أنه لا يرفع قضاء حتى يرضى به. فادعي دايما بيقين، واسعى وانت موقن في كل مرة ان السعي سبب مش هو اللي هيوصلك للي نفسك فيه. وأحسن الظن بالله في كل حال. بس كده. سلام.